بعد فوز كرواتيا على كندا ب4 أهداف مقابل هدف، وفوز المغرب على بلجيكا، وخروج كندا من كأس العالم، أصبحت الجولة الأخيرة في قمة الإثارة، حيث سيبقى الصراع مثيرا بين منتخبات المغرب وكرواتيا وبلجيكا لخطف بطاقتي التأهل. منتخب المغرب سيواجه منتخب كندا، بينما منتخب بلجيكا سيواجه منتخب كرواتيا في الجولة الأخيرة، ويصبح احتمالات التأهل كالتالي: فوز المغرب أو تعادلها مع كندا يؤهلها إلى الدور الثاني دون النظر لمباراة بلجيكا وكرواتيا. هزيمة المغرب قد تكون كافية بشرط فوز كرواتيا على بلجيكا أو تعادلهما. فوز المغرب على كندا وفوز بلجيكا على كرواتيا، أو تعادل بلجيكا وكرواتيا، يهدي الصدارة لمنتخب أسود الأطلس. يكفي بلجيكا الفوز بأي نتيجة على كرواتيا ودون انتظار لمباراة المغرب. تعادل بلجيكا يؤهلها بشرط أو يخسر المغرب أمام كندا بفارق 4 أهداف، وهو أمر شبه مستحيل. هزيمة بلجيكا يخرجها من البطولة. فوز كرواتيا أو تعادلها يؤهلها برفقة المغرب.